الله، تفضلي. تسلمين حبيبتي، يعطيك العافية. يا رب. أنا قصتي كانت مع أخت زوجي. القصة هذه قديمة، له فوق 15 سنة، لكن ما نسيتها لأنها غريبة. أخت زوجي كان ولدها متزوج أختي، وجيتها برمضان بليلة 27. أخت زوجك، اصبري شوي، أخت زوجك ولدها ماخذ أختي. أي يعني مو بأخو زوجك؟ لا أخته. تمام. ولدها ماخذ أختي. تمام. وجيتها ب27 رمضان، إلا هي زعلانة، مرة زعلانة، يعني منتفخة كذا، تبي تنفجر. قلت خير إن شاء الله، شفيت يم فلان؟ قالت من أختك. قلت وش به أختي؟ قالت مشت لأمه، راحت تزور أمي برفحة. هي بس سنة تزور أمي مرة، تروح ب25 رمضان وترجع ليلة العيد تعيد مع عجوزة ومعاها الرجلة، بس هال5 أيام من كل سنة تروحهم. وهي غير من كل عام. أي من كل سنة 5 أيام تشوف أمي بس. مانعتها أنها تروح، حتى مانعتها تروح عمرة، تقول لا تروح، لا تودي لا تجيبه، ولا تاخذن معه، تقول تركب معنا وتنكد علينا نروحها. عيفة بروحت حتى العمرة، عيفة بها، تقول لأن نكدية حيل ومشكلجية. المهم هذه يوم قلت أنا خير إن شاء الله، شفيت يم فلان؟ قالت من أختك هاللي ماشية تلت الولد تحت له تح ومشته وراه وراحت به. المهم قلت له خير يبون يجون. قلت أختي تعيد بهذا، ترجع وتعيد بالديرة عندك، ما هي معيدة هناك، بس تبي تسلم على أمي وشايب أمي بعد رجل أمي، بعد شايب تسلم عليهم، تطمن على أخوتي الصغار اللي عند أمي وتجي. ما طارت الدنيا، يعني عيني خير. قالت لا والله ما عين خير، ما بعذرك تسوون هالسوايا، من زلت الوالي مالك والي. تقصد مالنا رجال، أبوي متوفي ومالنا أخو ومالنا عمام ومالنا خوال، وكل واحدة عندها بنتين بس تونا متزوجات. من قلة يعني الوالي زوج أمك بس؟ ما عندنا رجال. زوج أمي ما يعتبر يعني مسؤول عننا وكذا، يعني شايب وكبير بالعمر وله نفس الديرة، ديرة ثانية يعني، ما من يعني صلات قوية معه، الله يغفر له ويرحمه. المهم اني قلت له قالت من زلت الوالي، والله ايه تمشن على كيفك، على حل شعرك، من زلت الوالي والله. المهم انا هالكلمه جرحتن، قولت من زله الوالي، لاني فعلا احس بكسره، مالي احد، يعني ما عمري زعلت ليله عند امي لان عندها رجله وبديره ثانيه، وخواتي معرسات عندهن حمايل، ما اقدر اروح ازعل عندهن، يعني ازعل وولد وحمل واضني ببيتي، مالي والي حقيقي صدق، مالي والي، لا انا ولا اختي صدق. الله سبحانه. اي المهم اني وجي اذن الخير، واقوم وافرش مصلاي واصلي العشاء واصلي تروح عنده بنفس البيت، وبطرف المجلس جلست فرشت سجادتي، ويوم قضيت من التراويح ووترت وارفع يديني للسماء كذا ادعي دعاء عادي، يعني انا ما حددت وش ابي من رب العالمين سبحانه وتعالى، بس محترة. اي والله محترة، بس قلت يا ربي اننا مظلومات، انك تنصرنا بالشكل اللي تشوفه يا ربي، انت اعرف مني به وبي وبكل خلقك، انك تنصرنا، بس ابي نصرك يا ربي، ابي نصرك يا ربي، اننا مظلومات نبي نصرك. ليلة 27 من رمضان وانا ادعي كذا، تدرين وش قالت يوم شافت رافعة يدي؟ ايه قالت ايه ما قبل من التايبات يقبل من الخايبات، ادعي. اي والله اني ما زدت بكلمه. استغفر الله، وهي بجنب ربي قاعده عشان اي ورب العرش العظيم اني ما زدت ولا حرف، واني تنتبين بالخاص اعطيت اسم عائلتهم، تسالين بالديره مشهوره قصتهم، لان قصتهم مشهوره بالديره، يعني اذا في شك ولا شيء بكلامي. الله يستر عليهم يا رب. المهم وانا يوم قالت كذا وخرت دموعي، يا ربي من القهر، بس والله خرت دموعي وانا على السجاده، ما رديت ولا كلمه، بس نزلت دموعي، واصفت سجادتي والله واقعد. عنده ثقة مليون. اي واجي واجلس بجنبها انا، وجابت شغالتها القهوه. سلمت يا طلب الرب العالمين، رفعتيه.
ابد. وجلست لا اله احكي الا معها الله. عادي ولا كأنها سوت شيء، واصب لها قهوه. كنت بعد حامل بالتاسع انا عنده، واجيب واصب لها القهوه. هالمهم، وتجيب الشغاله قهوه واصب لها ومد لها تقهوى. يا عيني خير يا بنت الحلال، ويجون وعسى ما تفقدينهم، وعندك خير وبركه اللي البيت هو ولده مليان. ومرته واختك. ايه، واقول له عندك خير وبركه البيت مليان، لا راح واحد عندك الثانيين اخوته. كان عنده بالبيت غيره. كان بالبيت 3 عيال، اي 3 عيال بالبيت. وواحد اللي راح مع اختي هذا ساكن ببيت لحاله، هو اختي. 3 عنده بالبيت، واحد موظف واثنين عاطلين وشايبه بالبيت. وانا علي عباتي وغطوتي ما وخرهن، لان يمرون عياله يروحون ويجون علي متغطيه تمام. انا. المهم، ويجي ثالث العيد، انا هذا دعيت ب 27 رمضان، ويجي ثالث العيد بعد 6 ايام من الدعوه، مو هو اسبوع، 6 ايام. لا اله الا الله. ليلة ويقومون 7. ولدين. ايوه، يقومون ثالث العيد، ثالث اي. العيد الحادثه اللي صارت. اي. الدعوه كانت 27 الدعوه رمضان. لا اله الا الله، خوفتيني يمه، وجعني ايوه قلبي. ايوه، رب العرش العظيم يا ام اليسر ما زدت ولا حرف، يشهد الله علي. جعل ربي يحطنا بجهنم اذا زدت بحرف. ويوم سووا حادث عيالها اثنين العاطلين، واحد مات بنفس اللحظة، وواحد دخل بغيبوبة. لا اله. دري الابو شايب وابوه سكر، دري ودخل غيبوبة الابو بعد. معهم. ايه، لا وخذ له إله. خذ له تقريبا يومين يعني وتوفى الشايب. ما صار عنده رجال. اسمعي اكمل لك السالفه. يا الله. الشايب توفى، جته غيبوبه وتوفى بالغيبوبه. ولد كبير عمره بنات فوق السبعين، توفى. فوق السبعين. الولدين العاطلين، واحد توفى بلحظته، وواحد دخل غيبوبه بالعنايه المركزه. والكبيره موظف اللي ادون من رجل اختي الموظف، وانا جالسه عندها بالعزاء، دخلوا البحث الجنائي وشالوه من غرفته مخدرات. رقوا فوق ونزلوه من غرفته وطلعوه للسجن. لا اله الا الله. وانا جالسه بالعزاء، وانا ابكي وحامل بالتاسع، وابكي من قهره على اللي مات. يعني سبحان الله. يعني ويوم درينا بعد فتره اللي بالغيبوبه بالمستشفى يا ناس مات. لا تحرون احد، يا ناس لا إيه، تحرون احد يا رب. اللي بالغيبوبه بالمستشفى طلع ومات. واللي بالسجن طلع ورجع للمخدرات مرة ثانية، وذبحتوا هالمخدرات. من بتزي هالحين؟ بتزي رجل اختي بس اللي هو بيت الحاله، وهي تسبرت وانمرضت وصارت ما تقوم من سريره. قامت بنته اخذتها عنده، قال ولدها انا ما اقدر اجيبها، راعية مشاكل، اجيب لها شغاله عنده واصرف عليها واجيب لها اللي هي تبي. قال لاخته بس اللي هو حطيها عندس لانها تمشكلنا. لا جت حتى تمشكل الوغدان، تضرب الوغدان وتبي عند اختي يعني. قال اجيب لها اللي هي تبي وخليها عندك. وقعدت على كرسيه عند بنته لحد ما ماتت بعد موتة عيالها ب7 سنين. ماتت وحيدة. وانا بالعزاء يوم توفى ولدها ابو مخدرات، ودخلت عليها انا متغطية كالعادة، متعودة ان البيت مليان رجال. حتى المتعاطي توفى. ايه، زود الجرعة وتوفى بالجرعة زايدة. لا اله الا الله. وادخل عليا انا ازوره مع اخوه اللي هو اخوه رجلي يصير ابو عيالي. إيه. اخوه ابو عيالي. إيه. وادخل عليا متغطيه، يعني لما لذت لما غرفه وانا متغطيه، متعوده رجله وعياله، متعوده البيت مليان رجال. يوم دريتهم قالت لي اكشفي خليفتي الله ما من والي، وتصيح وتبتسي يا الله. على قولتها مال كنوالي. يا الله. اي والله، اكشفي طشي عباتس البيت ما بنوالي، ما منوالي كلهم خلاص راحوا، ما عندي احد. ما عندها الا بنتين كانن ما عرسن، وبعدين اعرسن بناته. يا رب. سبحان الله. وقصتها صارت بالديره كلها، هزت الديره كلها، لدرجه انه حتى امير الديره جاء يعزيهم، لان القصه حيل هزت الدنيا. يا رب لا حول ولا قوة إلا كل بك. الديرة جت عزتها ودرت بقصتها ودرت بالدعاوى. من جيراني أنا سولفت على جيراني الدعاوى، قلت أنا والله دعيت بس ما حددت وشه، بس ربي ينتقم بالطريقة اللي يشوفها. الله الشديد القوي سبحانه وتعالى. الله العظيم. الإنسان عدو ما جهل. عدو والله ما العظيم. جهل.
وانا وصاتي هالقصه